بُص، في حاجة أنت لازم تفهمها كويس جدًا، عدم النجاح ده جزء من الرحلة، وأصعب حاجة مش إنك تُقع، الأصعب إنك تحارب نفسك عشان تقوم تُقف تاني. أنا عارف إن اللحظات دي بتيجي، تحس إنك تعبت وزهقت وإنك مش قادر تتحمس تاني، بس الحماس الحقيقي ما بيجيش لوحده، الحماس الحقيقي هو اللي أنت بتخلقه لنفسك وأنت تعبان. أول خطوة لازم تقبل باللي حصل، قُل لنفسك أنا وقعت عادي، بس أنا مش هافضل واقع، مش هافضل هنا. تاني حاجة، ابدأ بحاجة صغيرة جدًا، التغيير مش لازم يبقى حاجة كبيرة كأنه انفجار، ممكن تبقى شرارة صغيرة، تدريب بسيط، حركة واحدة، خطوة لقدام، حتى لو غصب عنك. وصدقني كل خطوة صغيرة أنت بتعملها هتشعل حماسك من تاني. تالت خطوة، لازم تفكر أنا ليه بدأت أصلًا؟ ما ينفعش تكون وصلت لحد هنا وتنسى أنت بدأت إزاي. افتكر أول لحظة أنت بدأت فيها، أول لحظة أنت مسكت فيها المسدس، افتكر الحلم، افتكر اشتياقك إنك توصل للنقطة اللي أنت فيها دلوقتي. اوعى تنسى البطل الحقيقي مش اللي بيتمرن وهو فرحان ومرتاح، البطل هو اللي بيتمرن وهو تعبان وهو زهقان وهو بيجاهد نفسه وبرضه بيكمل، وده اللي هيفرقك عن غيرك بدون شك. أنت مش محتاج تنسى الحماس، أنت مش محتاج تستنى الحماس، أنت اللي لازم تصنعه بإيدك. وأنا متأكد اللي بيسمعني دلوقتي في جواه شعلة صغيرة كده محتاجة حد يولعها. قوم وابدأ حتى لو خطوة صغيرة، بس أهم حاجة متقفش.